كنت معديه انا وبنتي كده من جنب الفرن وشبطت بقى في واحده، فقلت له بقى هي بكام؟ قال لي ب 15 جنيه الواحده. قلت له ايه طب والله لو راح اعمل منها 30 واحده. ما تنسيش يا بنات تدعموني بلايك وشير على الفيديو، يلا نسمي ونصلي على رسول الله. رحت بقى جبت البوله بتاعتي وحطيت فيها كوبايه من اللبن الدافي، وبنفس الكوبايه دي كوبايه من الميه الدافيه، يبقى انا كده حطيت كوبايه لبن وكوبايه ميه دافيه، وبرده اللبن بيكون دافي. حطيت هنا نص معلقه من الملح، وهحط 3 معالق كبار من السكر، وهقلب بقى كل الكلام ده كويس مع بعض لغايه السكر والملح ما يدوبوا مع بعض. بس كده تمام. هحط عليهم بقى معلقتين من معالق الاكل العاديه دي، معلقتين من الزيت، ونقلب برضو تاني. هحط بقى كيس من الخميره الفوريه، كيس كامل كده من الخميره الفوريه. لو بتستعملي الخميره اللي هي السايبه هتحطي معلقه ونص من الخميره بس. برضو هتقلبي نفس الكلام كويس كده مع بعض. هحط هنا رشه كده من او كيس من الفانيليا او فانيليا سايله، مفيش مشكله، عشان بقى نزود كده القيمه الغذائيه ونخلي الطعم حلو. هنحط بضايه، لو عايزه تستغني عنها مفيش اي مشكله، بس لازم بعد ما تدوبي الخميره كويس دوبي بقى معاهم البيضه. بعد ما نقلب كله كويس نحط البيضه في الاخر وتقلبيها كويس. بس كده. بحط بقى 6 كوبايات من الدقيق، والكوبايه برضو اللي احنا عايرنا بيها كل المقادير هي اللي بنعاير بيها الدقيق. طبعا انا كنت نخلاه قبل كده، فحطيت على طول عايرت وحطيت على طول الدقيق بتاعي. لو انت لسه ما نخلتوش يعني لازم تنخليه الاول، عشان لو في اي رده او حاجه تطلع في النخل. بس كده. وهتقلبي بقى لغايه ما نكون عجينه معانا. انا معايا هنا كوبايه ميه فريحي كده، لو احتجتها حطي منها، لو ما احتجتهاش مش هحطها، علشان في نوع دي بيفرق عن نوع تاني في استخدامه للسوائل وشربه للسوائل. بس انا كده مش هحتاجهم، يعني ممكن ان انا احتاج معلقه ولا حاجه من الميه بس. ممكن تكون بقى انا فصلت الكاميرا حطيت معلقتين من الميه، لو مش هتحتاجي ميه ما تحطيش المعلقتين دول. هنحط بقى معلقه من الزبده، معلقه مليانه كده من الزبده. لو مش عايزه تحطي معلقه الزبده دي، وما انصحكيش، يعني هي بتدي طعم حلو قوي للعجين بتاعك وللمخبوزات، بتخليها طريه كده وطعمها زي العسل وليها طعم وريحه كده وانت بتخبزيه. معلقه الزبده بس، معلقه واحده، يعني ما قلتلكيش حطي نص كوبايه او ربع كوبايه من الزبده، هي معلقه واحده. عايزه تبدليها بزيت مفيش مشكله، هتحطي معلقتين من الزيت بدل معلقه الزبده، هيبقى 4 معالق من الزيت. هحط بقى العجينه بتاعتي بعد ما عجنتها كويس، واغطيها بكيس بلاستيك كده علشان الوش ما ينشفش، وبعد كده اغطيها واسيبها تخمر. بس كده. بعد ما خمرت معايا بيكون ده شكلها. لما تملى معاكي البوله كده على طول تطلعيها. اهم حاجه بقى تعجنيها كويس، تخدميها كويس في العجن لغايه العجينه ما تنعم معاكي، علشان تطلع معاكي النتيجه الهايله دي. بصوا العجينه عامله ازاي، تحفه. هتفضيها بقى على الرخامه او على المفرش بتاعك، ونشوف بقى هنعمل فيها ايه. هنطلع بس كل اللي في البوله كده، وبعد كده هنقسمها على 3 قطع. ادي اول واحده، اول كوره كده، خليهم بقى حجم واحد. هحط بقى هكورهم كويس كده، وبعد كده هحط 2 في الطبق تاني، واغطي عليهم عشان الوش بتاعهم ما ينشفش، واعمل بواحده، يعني اعمل واحده بواحده كده الاول اهو. هشيل دولت واشتغل واحده واحده كده. هفرد بقى العجينه بتاعتي، هفردها بقى على السمك اللي هوريها لكم، ويا ريت ما تفرديش سمك، يعني سمك يكون رهيف قوي ولا هو تخين قوي، السمك بتاعك يكون مظبوط كده بنظره العين. بس كده بنفردها كده زي ما انتوا شايفين، علشان تبقى مظبوطه معاكي والكرواسون يطلع معاكي ومن غير ولا غلطه. بصوا هنبتدي بقى ان احنا نعمل علامه الزائد دي، ونعمله كده زي المثلثات بالسكينه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس كده هنبتدي بقى ان احنا نلفه، ونكون بقى مجهزين هنا صينيه نكون مسحينها دهنه بسيطه كده من الزيت، ونلف على طول الكرواسون بتاعنا، بس بنلفه كده، وعلى طول بنحط بقى ونرصه في الصواني بتاعتنا. بس حاولي ان انت تبعدهم عن بعض، علشان لسه هيختمروا معانا ما يلزقوش في بعض. بصوا بتلفيها كده
وخلاص على كده مش بتعملي اي حاجه في الكرواسون. على فكره دي اسهل طريقه للكرواسون، اللي هو ايه السهل البسيط اللي تقدر اي ست بيت تعمله. يعني ما بيكونش بقى اللي هو بيبقى مليان زبده واللي هو فيه شغل تاني كتير كده. احنا بنحاول ان احنا نعمل الحاجات البسيطه السهله اللي تخلي اي ست بيت تقوم تنفذها على طول، من غير ما تقول بقى ده خطواتها كتير وفيها شغل كتير ولا انا ما اعرفش اعمل الخطوات دي والكلام ده كله. برضو بحاول برضو ان المقادير كلها تكون في البيت عندك، ما تكونش يعني ايه مقادير كتير والكلام ده كله. بصوا سهله ازاي، حتى في اللف بتاعها حتى لو بنوته كده لسه متجوزه هتقدر ان هي تعملها. بصوا سهل ازاي، زي ما قلت لك كده سيبي فراغ بين كل واحده والتانية. عايزه بقى انك تحشيه، بدل ما تلفيه بقى كده في كل مثلث من دولت هتبتدي ان انت تحطي جبنه، هتحطي مكعبات من الشوكولاته وتلفي عليها. لو عايزاه محشي انا النهارده هعمله ساده. بصي بتحطيه على الطرف الاولاني الحشو بتاعك وتلف عليه، وبعد كده ترصيه عادي خالص ما فيش اي مشكله لو بتحبيه ايه محشي. بس كده. برضو ممكن انك بعد ما تسويه تخرميه خرم بسيط كده، وتجهزي عندك مثلا كاستر او شوكولاته قابله للدهن وتحشيه من جواه، مفيش اي مشكله. برضو هسيبه بقى لما يختمر معايا واغطيه لما حجمه يتضاعف، وبعد كده هرش كده برشه بسيطه من الميه فيها معلقه سكر. لو مش عايزه ترشيه بميه ومعلقه سكر ممكن انك تدهنيه كده وشه بشويه لبن او بضايه تكوني خفقاه مع حبه لبن وتدهني الوش بتاعه، او مفيش مشكله خالص ممكن انتي تدخليه الفرن عادي كده وخلاص. بس اهم حاجه تدخليهم على فرن يكون سخن يعني متسخن من قبلها، وتحطيهم في الرف الوسطاني لما ياخدوا اللون الحلو من تحت ومن فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتطلعيه بقى وتغطيه بفوطه علشان يفضل معاكي طري وما ينشفش معاكي، هيطلع معاكي بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. مش هياخد معاكي وقت طويل علشان ايه ما ينشفش معاكي. بصوا انا هنا معايا شوكولاته خام، مكعب شوكولاته كده سيحته على النار مع 3 معالق من الزيت على حمام ميه، وهعمل بقى في الكرواسون بتاعي. شايفين اصلا شكله عامل ازاي، والقعر بتاعه واخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت، تحفه يا بنات. بصوا هتغمسيه كده في الشوكولاته بتاعتك، الوش بتاعه كله هتحطيه كده في الشوكولاته. بصوا شكله عامل ازاي. عايزه اقول لكم بقى لو حابه انك تحشيه لما الشوكولاته تنشف عليه من تحت كده من القعر بتاعه، وخرميه خرم بسيط، واحشيه بقى الحشوه اللي انت عايزاها. عايزه تحطي فيه نوتيلا، عايزه تحطي فيه كاستر، عايزه تحطي فيه اي حاجه بقى انت حباها حطيها. بصوا بس انا بقى الاولاد كانوا عايزينه كده زي بتاع الفرن، زي ما هم كانوا طالبينه ومسلطين عليه بقى، فانا قلت هعمله لكم زيه بالظبط. بصوا الحلاوه احلى من بتاع الفرن بجد بمراحل. وعملنا كميه منه قد ايه، ب6 كوبايات من الدقيق بس عملنا. شوفوا الحلاوه بقى عامله ازاي، تبارك الله، حاجه كده بجد حلوه قوي للاولاد. بقى عايزه اقول لك ممكن تغلفيه بعد ما ينشف كده الشوكولاته عليه، تغلفيه بستريتش راب وتحطي كل واحده لوحدها كده في الفريزر. الصبح بقى قايمه رايحه شغلك لو انت بتشتغلي تقومي تاخدي لك واحده كده مع كوبايه شاي للاولاد، يعني في اللانش بوكس تحط لهم واحده. برضو جوزك هو رايح الشغل ياخد واحده كده معاه، تحفه يا بنات. شايفين القلب بتاعه عامل ازاي، هش وتحفه. وعايزه اقول لكم خطير والله، لما تجربوها تعرفوا بقى ايه ان هو عملي جدا، وممكن تحطيه عندك في الفريزر وتستخدميه في اي وقت يطلع كانك لسه خبزاه. بصوا حلو ازاي، تحفه. ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ اظن ان انا نستاهل اللايك، وتستاهلوا بقى ان انتوا تحطوا لي لايكات حلوه عليه. وما تنسوش بقى يا بنات تقولوا له بتتابعوني منين، وقولوا له رايكم في الفيديو بتاعي النهارده عجبكم ولا لا. وبحب كده ان انا اعرف انتوا بتتابعوني منين، ما تنسوش قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات. وما تنسوش بقى تشيروا الفيديو مع اصحابكم وتعملوا لايكات حلوه كتير عليه، وان شاء الله تعملوا برضو متابعه. واشوفكم على خير في فيديو تاني جديد. مع السلامه.